خي عادل سي محمد، هناك حمله من بعض الصحفيين والمحللين ديال الدار الكراكي وزياش. شنو الراي ديالك؟ انا يمكن هضرت انا والحاج البارح، انا كتبان لي كاينه حمله، ماشي حمله، وانا مزيان والد خص ديما تكون عليه لا بريسيون، وعارف هادشي، بريسيون، اسئله، ناقشوا معاه في الكره، ناقشوا معاه في الاختيارات، ناقشوا معاه في الاداء. وي خاصنا هذا لو رول ديالنا باش هو كيحس بان كاين واحد البريسينغ علينا كيدرب المنتخب الوطني المغربي. هذا راه شرف في الاصل، دار اكسبلو عالمي، اذا عليه ضغط كبير مزيان، ولكن ناقش معاه في الكره، ناقش معاه في الاختيارات، ناقش معاه في الاداء. ولكن كتشوف شي وحدين اخرين اصاحبي دايرين ماشي حمله، والسيد باغينا يهضروا هكاك، وباغينا شتي واش قلت لكم، واش شتي هذاك النهار قلت لكم، كيصفوا الحسابات اصاحبي، شي قديم الناس راه ليكيب ناسيونال هذه ما كنصفوش فيها الحسابات. انا هذا هو الشعور ديالي، انا شي وحدين انا حشمت في بلاصتو، كتقول هذا مالو، هذا واش هذا تصدق، اش بغيتي مالك تهضر، سولو جهه دولي زيروا بالاسئله، زيروا في الكره، وكيعجبوه هو ان يهضر معك الواحد، هضر معاه في التاكتيك، هضر معاه في الاختيارات، هضر معاه. ما كاينش شي وحدين اصاحبي. انا بالنسبه لي الله يهدي ما خلق وصافي. شنو ما عرفتش شنو الراي ديالك انت؟ انا كنظن بان يعني من الطبيعي ان يعني تكون انتقادات او لا يعني ملاحظات للاداء ديال والد الكراكي. يعني مني خرجنا من كاس افريقيا باقي ما هضمناش داك الشيء، وبالتالي يعني باقي كنتسناو ان المنتخب يكون افضل، لان بطبيعه الحال هز البار كما كنقولوا، هز المستوى عالي، ولينا طامعين لاننا دخلنا لكاس افريقيا وحنا كنقولوا الرابعين عالميا، بعنا اول مرشح اننا نتوجوا بكاس افريقيا، وكانت خيبه ديال الامل اللي كيزيد. انا كنت نتمنى ان والد يتجاهل هذا الشيء، لان تا والد احيانا مثلا شفت الندوه اللي كانت مباشره من بعد الالعاب الاولمبيه، جا هذيك الانتقادات اللي كانت في الالعاب الاولمبيه ما نساهاش، وجاوب بدا كيقول لهم كذا الناس ما فاهمينش كذا. فكنظن حتى والد خصو يعرف بان ماشي كل شيء بحال، كاين اللي كيفهم ولا اللي عنده مستوى او اللي كيجتهد وكيطرح اسئله في المستوى، وكاين اللي مستواه محدود، ما غاديش هذاك المستوى ولا هذاك الشخص غادي يخليني نخرج على يعني طبيعتي، ونبدا يعني نتجاوب بشي حوايج اللي ماشي هما هادو. انا بالنسبه لي ملي كنتقد والد راه اطار مغربي. هادشي اللي دار كره القدم الوطنيه، الانجاز ديال كاس العالم، واللي جا من بعده هادشي ديال كاس الالعاب الاولمبيه مع طارق سكيتي، واللعابه اللي قنعوا انهم يجيو، واللعابه اللي هضروا مع فريقهم، هذا راه عمل كبير في حد ذاته. خلانا اليوم اننا طامعين باش ان يكون عندنا منتخب يتوج بكاس افريقيا. ربما كون ما درناش الاكسبلوا ديال كاس العالم ما كناش غنكونوا كنهضروا بهذا المستوى وكنهضروا في هذه الاشياء. بالتالي هذه اشياء كلها تحسب لوالد الكراكي في التعامل ديالو في هذه الاشياء اللي وصلنا لها. ما خصو يعرف بان الشارع المغربي ولا الصحافه المغربيه غتبقى تنتقد ما دام اننا باقي ما كنحسوش بان المنتخب الوطني وصل للمستوى اللي وصل ليه. يكون في الكره ناقش مع والد في الكره، ناقش معاه في ولا دخلتي لهذا الموضوع راه مشكل. غادي تهضر على الصحافه والتكوين والمستوى وهذا بزاف الحوايج. اليوم كتلقاهم صحفيين كبار كاع صاحبي، ولكن ما يمكنش كوميم صاحبي، واحد بنادم يحشمها شويه على دابا راه ما جاتش صحفي كبير وصحفي صغير، راه جات بواش عندك العقل ولا ما عندكش؟ واش انت موجه ولا كتهضر انطلاقا من افكارك؟ واش محمد موجه هذاك بود زعما، واش كتهضر بافكارك وقناعاتك ولا المهم لا ما نقول شي حاجه ماشي هي. المهم هذا هو ماشي ما بيناتنا شيء. لا خويا قلت خليني انا قلنا افتقار توجهك ليها انت ما عندكش. امين تامر سميه عنده ديال المصريين، قال لك ايغفي غونار رجل المرحله، عدم التعاقد مع هذا المدرب يساوي ضياع اللقب القاري بالمغرب. ياك اخويا امين؟ سبحان الله العظيم. دابا ايغفي غونار ياك لعبنا معاه جوج ديال الكوب دافريك، تقصينا من الدور الاول. راه فوالا بعد المره دار كاس العالم في المستوى. وشكون اللي لعبوا في كاس العالم؟ ايوا انا بالنسبه لي غتقول لي الترتيب، نقول لك اخويا انا عطيت الله. علاش؟ دابا غير بشويه عليه. دابا انت عندك المزراوي عطيه الله، دابا انت تلعب عطيه الله عند المزراوي، وانا نلعب عطيه الله على المزراوي. حيت انت كتهضر من نيتك زعما. دابا بديتي عاوتاني تقول لي تهضر من نيتك. دابا غير سولتك ما نسولكش واش من نيتك كتقول لي غدير مقارنه بين بزراوي وبين عطيه الله من نيتك زعما كتهضر معايا واش كتهضر معايا بالعاطفه ولا باش كتهضر معايا على خاطرك؟ دابا غير باش نهضر معاك بالعاطفه. دابا انت كتفكر في الصدراج سهله مالا كتفكر فيه. هذاك الشيء علاش ماشي مدرب. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله دابا الحمد لله والشكر لله السي بالعودي انك انت ماشي هو المدرب. وما كنتي مدرب كنت شحال هادي ضربنا الخلا
خلينا بالعودي الله يهديك بعد مني ما غنجاوبكش على واشرب ميه وهني ما غنجاوبكش على هذا. نهضروا على المزراوي وتقول لي عاطيت اللعب وصافي عندك علاش اخويا ما واحد بغيتيش؟ عندك الحق صافي انا لا علاش ما بغيتيش؟ انا اللي دخلت معاك في هذا الحوار كيفاش دخلتي معايا في هذا؟ واش كنديروا هناك واش تا صافي يا سيدي عندك الحق صافي واش نقول لك لا صافي عندك الحق صافي اسمح لي كنسحب هذه الكلمه اللي قلتها عندك الحق وخليو الناس هما يحكموا صافي مزيان خليو الناس هما يحكموا بيناتنا اللي بغيتي. صافي واخا تفضل. عندك الحق مزيان كان عنده منتخب كيهرس الحجر لعابه ديال بصح وتقسينا معاه في مصر وفي كابون كابون. تقسينا معاه دو فوا ثم النهايه مزيان مشينا الكوب دي موند تقسينا معاه من الدور الاول دابا واحد قصاك في جوج ديال الكوب دافريك وكوب دي موند من الدور الاول هذا هو اللي غادي هذا هو اللي معول عليه مزيان خويا مزيان تظريف الله يلود الناس هاد ايرفي غونار كان عنده منتخب حشومه ما يديش بيه كوب دافريك عيب هذاك المنتخب اللي كان عند ايرفي غونار ما يديش بيه كوب دي موند وي لعابه في المستوى وكان كيفرجوا كانوا ولكن في الاخر الحصيله صفرهم ما ديناش معاه جالوقه والو حنا كنلعبوا مزيان ماتش كل قصايات هادشي كوب دافريك هذاك القتله وكتجي بحال تقسيتي مع البنين رجعتي في حالك تقسيتي مع مصر مساليه مفضيه كهرباء كره ميته قصاك واحد داك الكوب دي والله الا حشومه تنعاود هذا الشيء كاع ضحكني راسي الا بغيت نعاود لك شنو دار الوالد معانا وفين لعبنا الناس اصاحبي ماشي العقل ما عرفتش كيفاش واش كاين دي زانكرام الناس ما كيعقلوش على الخير وما كيعقلوش على شنو دار ترى الوالد راه هذه عامين وهذوما فين غادي يكون وهذوما فين غادي يكون صافي بلاش ياك صافي اسمح لي نسحب عندك الحق امين رجل مرحله كاينه عندك الصح كاينه خويا رجل ها هو راه جاوبوا السيمو كاوي ولا سميتو سيمو كاوي قال لي ايرفي درب المنتخب 4 سنوات تقصى 2 مرات من الدور الاول كاس افريقيا كاس العالم هو كذلك تقصى واش عندك عقل ديال الحمامه الله على حمامه الله عجبني هذا الحمامه السي عادل خص الوالد ياخذ الفرصه كامله في هذه الماتشات باش يجرب احسن حاجه هي هذه الماتشات اللي عندنا باش نهار الاقصائيات ديال كوب دي مود ما غيبقاش اعذار متفق انا وياك مليار في المية دابا دير اللي بغيتي جرب على خاطرك حنا نناقش وكنطرحوا اسئله بناء على المعطيات ديال المقابلات مي والد دابا احسن حاجه عنده كيجرب كيشوف باش نهار اللي نوصلوا اقصائيات ديال كوب دي مود ما تبقاش تقول لي ناري حكا ما حكا سدات مادام الى اللقاء هذيك الساعه غادي ندخلوا للحساب حيت الفرصه اللي عند والدي عنده هاد 6 الماتشات حنا مكاليفين كلشي ديالنا غنلعبوا في المغرب ما كاينش